السلام عليكم. اليوم مع عالم ناصرة رايحة نتقاسم معاكم هذه الوصفة الجميلة وهي التمر المحشي. هذه الوصفة ما رايحين نوجدوها باللوز، يعني كل واحد ومقدورو، كل واحد جبت لكم هنايا وصفة جميلة. شوفوا كيفاش كي نقسم الحبة كيفاش تجي. رايحين نديروها بحشو الكاوكاو ومكونات أخرى مثل الجلجلان. ابقاو معايا رايحين نشوفوا الوصفة مع بعض ونتقاسموها مع بعض. هنايا بسم الله شديت الكاوكاو ودرتو في السنيوة، درتو في الفوغ، نقصتلو النار وخليتو يتحمص غير في غرضو، ما نقويولوش النار باش ما ينحرقش. والجلجلان كيف كيف حمصتو في المقلاة. ها هو هنايا بعد ما برد رحيتو نرحوهم بودغ. هنايا عندي التمر طبعا، عندي جلجلان، عندي هنايا بسكوي، انا اخترت هذا البسكوي تاع الجلجلان. شوفوا يجيب ها هو بالجلجلان السمسم. رحيته عندي حلوى الترك، عندي مسهر، عندي للتزيين، عندي يعني تزيين يبقى حسب الذوق. عندي ورود، عندي كانوات كوكو، عندي كاوكاو، وهنايا لي كيسات، وعندي طوفيا كراميل باش راح نلم بها هذيك العجينة تاع التمر. هنايا جبت التمر تاعي هكذا نجيب ان طورشون ولا سيرفيات هكذا تكون بروبر، نمسح بها، نديرها في المصهر نحصرها، نمسح بها هذاك التمر كامل، ما نديرولوش الماء راح يفسد، ما نغسلوش هكذا كاش غبار كاش هكذا نمسحوه نتفاداو اي شيء يكون فيه، نمسحوه مليح. ها هو هنايا كملتو. وهذاك الكاوكاو هنايا رحيتو كما فكرت. نضيف زوج مغارف تاع الجلجلان كنت رحيتو، يعني ما نرحيوش غبرة، نرحيوها غير شوية نخليوها هكذاك. عندي زوج مغارف تاع حلوى الترك، ما درت كمية يعني مش كبيرة بزاف، وانتي بقى على حسب الكمية اللي حديريها. هنايا عندي هذاك البسكوي نضيف 4 مغارف ولا 5 حسب كمية الكاوكاو هكذا. ونحل مليح هذيك الحلوى الترك، نفتتها مليح مع هذاك الكاوكاو والبسكوي. هكا نستعمل يدي باش تنحلي مليح هكذا. هنايا بعد ما حليتها نجيب هذيك طوفيا كراميل ونبدا نلين في هذيك عجينة الكاوكاو حتى نتحصلوا على عجينة طرية نقدروا نشكلوها. نزيد نضيف مغرفة، يعني هنا راني نضيف مغرفة صغيرة مش كبيرة، يعني عينك هي ميزانك. ها هي العجينة بعد اللي تحصلت عليها، هي تتشكل بسهولة. وهذاك الجلجلان السمسم راح يمدلها بزاف بنة مليحة. هنايا هذاك التمر نجيب موس ونحيلوه هذاك النوات اللي تجي لداخل هكذا غير بشوية، ونختبروه هذا التمر اللي يكونش طيب بزاف بزاف باش نقدروا نحشيوه. نكمل انا كامل هذوك الكمية.
ها هي نبدا نشكل هكذا، يعني حلبوش صغير هكذا على حساب الحبة تاع التمر هكذا، يعني نديرو كمية شوية مليحة باش تجي الحبة تبان. صدقوني يعني هاد الحشو يجي بزاف بنين واقتصادي، نعرفوا بلي التمر نحشوه باللوز، وأنا جبت لكم اليوم هاد الوصفة، يعني كل واحد ومقدورو، كاين اللي يحب الكاوكاو كاين اللي يحب اللوز. هيا نكمل أنا كامل الكمية. شوف الحبة تجي جميلة. هكذا تقدري حتى ديريه مشروع، يعني كمشروع هكذا يكون خاص بيكِ، هكذا اللي تحب تخدم. ونعرفوا هاد التمر يعني ينباع بسومة يعني غالية، حتى ولو كان بالتمر بالكاوكاو عفوا. خاصة في المناسبات في الأعياد في رمضان هكذا. درت معاكم شحال من حبة. هكذا بعد ما كملتهم نجيب شوكولا نواغ، شوكولا سوداء، نديرها هكذا ندوبها في حمام مائي هكذا، والبيضاء، ونحطهم فوق بابي كويسون ورق الطهي حتى ينشفوا مليح قبل نزينهم باش حبيتي زينيهم. انا درت تزيين بسيط، يعني هما بالكاوكاو مش راح نزينهم بالبيستاش ولا باللوز ولا. درت شويه جلجلان شويه نوات كوكو هذوك الورود، هكا تزيين بسيط يعني حسب الميزانيه تاع كل واحد هكذا. والمنظر شوفوا شحال جميل ويجو بزاف بنان، ان شاء الله تعجبكم.